السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. المنتخب الوطني المغربي كيواصل النتائج ديالو الإيجابية بفوز مهم على منتخب زامبيا في زامبيا. صراحة توحشنا هذه الأجواء الإفريقية. شحال هذه ما لعبناش في الملاعب الإفريقية، فتقريبا من أول دقيقة كيبان لك الفرق بين الملاعب المغربية والملاعب الإفريقية، سواء أرضية الميدان حتى التصوير، وكذلك التأثر اللي كيبان على اللاعبين، الحرارة العالية وكذلك الرطوبة. إلى رجعنا للمقابلة، تقريبا كنا ملي شفنا التشكيله قبل ما تبدا المباراه، فاعتقدنا بانه غيدخل ب 4-4-2، خصوصا باقحام ايغامان والنصيري كقلبي هجوم، ولكن اتضح بان خصوصا بعد الدقيقه الاولى بانه لعب ب 4-3-3 صريحه في الحاله الهجوميه، و4-1-4-1 في الوقفه الدفاعيه. كانت هذه هي الخطه او التشكيله باش كيدخل وليد الركراكي في اغلب المقابلات. هذه هي التشكيله ديالو اللي كيلعب بها. كاجواء او تقييم للمقابله، فراه ما يمكنش لينا نفصلوا النتيجه والاداء على الظروف ديال المقابله. فراه الرطوبه كانت واضح بان الرطوبه كانت عاليه، حتى ارضيات الميدان صراحة غير مفهومة كيفاش المقابلات الدولية كتلعب في ديك النوعية ديال أرضية الميدان. غريب وعجيب بكل صراحة. اللي كيهمنا من غير النتيجة ومن غير الفوز، اللي مزيان أننا واخا نكونوا لاعبين ماتش كيف كيقولوا ماتش ناشف، ولكن نقدروا بالبراغماتية أننا نخرجوا من المقابلة بانتصار وبثلاثه النقاط. فراه هذه العقليه مهمه، خصها تكون عند العناصر الوطنيه. خصنا نكونوا براغماتيين ونستغلوا ارباع الفرص. هذا الشيء تقريبا اللي كان في المقابله. قبل المقابله كنت كنتسنى واحد جوج ديال اللاعبين كيفاش غتكون رده الفعل ديالهم في الملاعب الافريقيه، خصوصا نائل العناوي. تقريبا ماسينا لعب في الملاعب الافريقيه ولعب مع وحيد خليزيتش في الكاس افريقيا، ولكن في مركز مختلف. اليوم كنت كنتسنى بكل تاكيد انني نشوف كيفاش غيجيري سواء ماسينا وكذلك نائل العناوي، كيفاش غيجيروا المباراه ديالهم كنقاط ايجابيه لماسينا. اللاعب اللي تقريبا معولين عليه انه يكون في قلب الدفاع مع اكرد، فتقريبا قوي في الكرات العاليه وصلب في الالتحامات، نقطه مزيانه. ولكن عنده بعض المشاكل في الرقابه، خصوصا ملي المهاجم كيبغي ياخذ في السرعه. الظهير التكوين ديالو كظهير، ديما الظهير كيخلي واحد المسافه باش يدير رده الفعل. هذا الشيء اللي غير مسموح به في قلب الدفاع. نائل العناوي دار مقابله محترمه جدا. اكثر حاجه كتعجبني في نائل العناوي هو التحرك ديالو، بسلاسه، كتحس بانه لاعب كالم، لاعب هادئ في التحركات ديالو. حتى اللمسات ديالو كتكون الى الامام هادئ، وحتى انه ما كيزيدش في الكره، كما كنقول ما كيعجنش الكره، كيحاول انه يطلقها بكل سهوله ويلعب كره سهله. هذاك السهل الممتنع مهم جدا في وسط الميدان. ياسين بونو، رغم ان المقابله كانت غاديه بواحد الريتم هادئ وما وصلوش كواري كثار، ولكن في اللحظات الحاسمه واللحظات المهمه كان فايق وقدر انه يتصدى لثلاثه الكرات خطيره، رغم ان اللعب ما كانش مباشر عليه. فالاختبارات كانت تقريبا مباغته. اختبارات تقريبا 3 حتى 4 الكرات، او لا نقدر نقولوا 3 الكرات اللي كانوا خطيرين جدا، تعامل معهم بكل هدوء وبكل ثقه. ما شاء الله ياسين بونو كيعيش موسم مثالي ان شاء الله. كنتمنى انه يبقى الى نهايه هذه السنه، وعلاش لا انه يقدم مستويات ممتازه معنا في كاس افريقيا. وفي ختام هذا الفيديو، خلي لنا الراي ديالك في المقابله وكذلك في الاداء ديال اللاعبين، وما تنساش تخلي لايك للفيديو وتشترك اذا ما كنتيش مشترك. شكرا والى لقاء قريب.